السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم بيتزات صغارين. الطريقة اللي كنستعمل انايا اللي كتبقى ليا شهر كامل في فريغو ما كيوقع عليهم والو، كيبقاو زوينين. وغادي نوريكم حتى الطريقة كيفاش كنحتفظ بهم باش هكا كيبقاو ليا زوينين. وهاد الطريقة اللي كندير انا راه تقريبا ماشي تقريبا، راها بحال اللي كيصايبوا الناس اللي على برا، اللي صحاب المحلات اللي كيبيعوا هاد البيتزات هادو، ولكن كتبقى ديال الدار هي طوب، يعني هي الحسن. احسن حاجه دائما هي بيتزات او اي حاجه كنصايبوها ديال الدار احسن. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مع مقادير اللي كنستعمل انا في هاد البيتزات. وبالنسبه للمقادير غادي نجيبوا اناء، انا غادي نخدمها في العجانه. هنا انا درت معلقه ديال خميره ديال الخبز، معلقه خميره الخبز ماشي حبيبات، انا استعملت الخميره المعجونه. وهنا معلقه ديال السنيده زائد تقريبا هنايا ما كاملش نص كاس ديال الزيت، ما كاملش، وكاس ديال الماء دافي. غادي نغطيهم ونخليهم حتى بداو يختمروا واحد شويه. المهم خليتهم هنا تقريبا 10 دقائق، خلطتهم وكيف لاحظتوا معايا خلطتهم. وهنا غادي نضيف، بالنسبه لي انا راه غادي نستعمل كيلو ديال الدقيق الفورس، وزائد 2 كؤوس ديال الدقيق ديال الفينو. تقدروا ما ديروش ولكن انا استعملته. هنا كيف قلت لكم استعملت كيلو ديال الدقيق ديال الفورس وزائد كأس ديال الدقيق الفينو. هنا استعملت مليحه، قبيصه ديال الملح دائما حسب الذوق. وهذا هو السر باش كتجينا البيتزات كيجيو غزالين وكيبقاو رطيطبين وهشاشين، وهو الخل. هنا استعملت الخل، معلقه ديال الخل. وهنا غادي نضيف الماء دافي باش غادي ندير هاد العجانه تعجن لي هاد الخليط هذا. المهم هي كتعجن وانا كنخوي في الماء حتى كتعجنها مزيان وكتدلكها. غادي نستمر بهاد الطريقه هذه حتى تكمل العجانه. المهم تقدروا تعجنوها غير باليد ديالكم، ولكن انا عندي شقه بزاف فضلت انني نديرها في العجانه. انا صراحه كنت كنوجدها غير باليد ديالي، ولكن دابا ما مسالياش، يعني درتها غير في العجانه. وهنا كنقلبها، يعني انا حتى الاخير عاد ضفت الزعتر، حتى الاخير عاد ضفته كيف شفتوا معايا. وغادي نعاود ندير شويه ديال الماء وغادي نرجعها ثاني ندلك غير واحد دليكه اخرى. هنا العجين كنقلبها، يعني كنتاكد انها راه رطبه مرخيه، يعني ماشي جاريه وماشي قاصحه. وغادي نخليها حتى تضاعف لينا. هنا خليتها 10 ديال الدقائق، شفتوا معايا يعني اختمرات، يعني ضاعف الحجم ديالها. وهنا غادي ندوزو باش نوجدوها. غادي نعجن انايا هنايا فوق هاد الرخامه هادي. هنا درت الدقيق يعني باش ما تلصقش ليا، درت الدقيق فوق الرخامه وبديت كنقطعها. غادي نقطعها على شكل تقريبا 4 الكويرات غادي نديرها. المهم هاد الطريقه راه معروفه، كلشي كيديرها فحال شكل ديال شكون كنكونوا كنقرصوا في العجينه. كنستمر بهاد الطريقه هادي، كنكورها. هنا راه قطعت 4 ديال تقريبا 4 وقرصتهم على هاد الشكل هذا، على شكل كويرات. غنستمر بهاد الطريقه هادي حتى نكمل هاد العجين اللي عندي. كتجي الصراحه راه كتجي غزاله رائعه. وهنا كيف كتشوفوا معايا هما 4 ديال الكويرات. ودابا غادي نبدا باش نصايب البيتزات ديالنا. المهم هنايا انا جبت المدلك، وبطبيعه الحال كنرش الدقيق، وجبت المدلك غادي نبدا نقرص وندلك بالمدلك. هنا العجينه انا راه ما كنديرهاش، ما كنرققش البيتزا، يعني الا رققناها بزاف فاش غنعاودوها في الاصل يعني ما يمكنش غادي نطيبوها. دابا كنديروا غير نص طيبه. الا رققتوها بزاف فاش غادي تعاودوا طيبوها يعني غتقصاح. المهم هنا جبت هادي ديال البيتزا. انا ماشي ما كنمشيش غير مره واحده صافي، لا كنثقبها مزيان، يعني
احسن. المهم كنثقبها مزيان انا بهذا الشكل هذا، وكنجيب هاد القطاع باش كنقطع انايا. تقدروا ديروا يعني الشكل اللي بغيتو. غنستمر بهاد الطريقه هادي حتى نكمل. وهنا كيف شفتوا كملت. غادي نحيد هاد الجوانب اللي بقاو د العجين اللي بقات، وغادي نبدا نستف الطاوه على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. وهنا انا راه كنوجد وغادي نبدا الطياب. يعني كنطيب، راه بالنسبه للطياب ما غاديش نطيبوها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هنا راه كملت انا الطياب، يعني باقاش حاجه في الفران. ولكن هادو اللي وجدوا كيف شفتوا معايا راه ماشي كنخليوهاش حتى تحمر، غير كتشرب لينا واحد شويه صافي. كنشوفوا يعني ما بقاتش خضره، صافي كنخرجوها من الفرن وكنخليوها كنديروها فوق واحد الثوب حتى كتشرب لينا داك العجين. يعني ما كتبقاش سخونه بزاف. من بعد ما كتبرد ديك الساعه كندوزو باش كنوجدوها. هنا الطريقه اللي كنستعمل انا. الا عندكم دوك بلاستيك ديال اللي كيكونوا خاصين بالثلاجه احسن. ما كاينينش، انا هنا ما بقاوش عندي صراحه تقاداو ليا، فهنا انا غادي نستعمل غير السلوفان. حتى السلوفان كيحافظ عليها، ما كيخليش داك البروده تدخلها او الثلج. المهم هنا كيف كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه انا اللي كنحتفظ بها الصراحه. انا راه كنوجدهم قبل رمضان بشحال، وكيبقاو ليا تقريبا الشهر كامل. الصراحه الشهر كامل كيبقاو زوينين. كيف كنجبدهم من فريكو كيبقاو غزالين. هنا الا شفتوا درت المره الاولى وغادي نعاود المره الثانيه، يعني من الشكل اللي ما تسدش منه السلوفان. غادي نعاود معكم مره اخرى باش نصايب ونشرح لكم اكثر. والطريقه راها باينه في الفيديو. هانتوما كيف كتشوفوا على هذا الشكل هنا. دابا غادي نعاود. المهم بالنسبه شحال غديروا على حسب نتوما شحال غادي تحتاجوا، يعني على حساب. حيت راه في رمضان ما كنستعملوش البيتزا بزاف، غير شويه كتوجد وصافي. المهم كيف شفتوا معايا هنا قاديت، ودابا غادي نجي نسرح عاوتاني السلوفان وغادي ندير العكس. كيف شفتوا العكس اللي ما دخلش منه السلوفان في الاول. هانتوما وصافي. يعني هنا راه مسدوده مزيان، ما كتبقى لينا زوينه صراحه، كتبقى غزاله. وهذه هي الطريقه ديالي باش كنحافظ على بيتزات صغارين في الفريغو. هانتوما كيف كتشوفوا راه ما كنخليش منين تنفس او يدخلها النفس، يعني مسدوده مزيان. اي حاجه كتبغيو ديروها في الفريغو او تحافظوا عليها فضروري ما تخليوش ان داك الثلج يدخل ليها. يعني خاصكم تسدوا عليها مزيان ما تخليوهاش منين تنفس، باش هكا كتبقى لينا الحاجه زوينه. يا ملوي يا بيتزا يا بطبوط اي حاجه كنسدوا عليها مزيان وهكا كتبقى لينا زوينه. كنتمنى الفيديو تكونوا يعني خديتوا شي حاجه من عندي، استفدتوا شي حاجه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. لكن قبل الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلني كل جديد. هانتوما كيف كتشوفوا هنا احتفظت بها في الفريكو. شكرا والى اللقاء.